الحكايه ديال اليوم فيها واحد العبره كبيره اللي غادي نستافدوا منها في حياتنا وما نوقعوش نفس الغلط اللي طاحت فيه سميه. ونبداو القصه من عند سميه اللي غندويو باللسان ديالها. انا سميه وغنبدا لكم من نهار اللي با خرج وقال لمي انا مسافر، جمع الصاك ديالو سلم علينا عادي، ولكن ملي خرج من ديك الدار وما بقاش رجع. كنت انا وامي وخويا اللي صغر مني. امي عيات ما تعيط ليه ديك الليله والو، تليفونه طافي. خافت عليه بحكم انه كان كيشد الطريق، قالت يا ربي السلامه، عندك تكون طرات لي شي كسيده ولا شي حاجه. ولكن با الله يسمح ليه كان حاسبها في دماغه، جمع حويجو جمع وريقاتو وسمح فينا. قال ما قال ما بقاش قادر على المسؤوليه وعلى المصروف ديالنا اللي هو بزاف. وخلى امي معلقه، ما هي مجوجه ما هي مطلقه. امي كانت ربات بيت، ما قاريه ما واعيه، ما عمرها ما خرجت للزنقه باش تخدم ولا باش تصيب شي ورقه. الورقه في المقاطعه هي الاخرى كان بالي كيديها ويجيبها، السبيطار كان يديها ويجيبها. كانت غشيمه بمعنى الكلمه. احياني على كالايام وحتى من الدار اللي كنا كارينها غادي يخرجونا منها. امي ما لقاتش حتى باش تصرف علينا ولا توكلنا ولا تلبسنا. عيات ما تدور وتدق على الحباب في بيبانهم وتطلبهم وتقول لهم وريوني غير الطريق ديال راجلي، بغيت غنسول اش درت ليه. لان امي من دوك العيالات ديال النيه، عمرها ما درت شي حاجه خيبه لبا. انا بعدا ملي كنعقل على راسي عمري ما سمعت امي تهز صوتها على با ولا قالت ليه لا ولا عصات ليه شي حاجه. دازت شهر ونص تقريبا وبا غايب، امي مازال عندها امل باش با يرجع. عيات ما تسول، مشات عند عمامي، مشات عند جداتي اللي هي عدوسه، قالت انا ما عارفاش ولدي فين كاين. داك شهر ونص كنشوف امي دبلات، كتفكر كيفاش غادي تخلص داك الكرا. داكشي علاش فاش داز داك الشهر تقريبا واحد السيمانه جا مول الكرا كيدق علينا، قال لها شوفي يا لاله انا راه عندي الولاد كنصرف عليهم، يا اما تخلصي لي الكرا ولا خرجي لي من داري. داكشي علاش امي هزاتنا وجمعات الحوايج والفراش وهي كنشوف الدموع في عينيها مسكينه. وما لقينا حتى بلاصه من غير دار جداتي. عطاتنا واحد البيت حطينا فيه الفراش ديالنا في القنت، حويجاتنا في الارض وجلسنا. امي كتفكر شنو دير، ما هي الا يومين ولا 3 ايام فاش جلسنا في دار جداتي. جات جداتي الاخرى اللي هي عدوسه امي، قالت لها شوفي فلانه انا راه ولدي دويت معاه وراه باغي يتزوج واحد السيده اخرى، وقال لك بغيتي تبقاي مجوجه به مرحبا، بغيتي يطلقك سيري جري عليه. امي بحال كبيتي عليها سطل ديال الماء بارد، ما عرفاتش راسها باش تبلات. قالت لها انا راه ما دايره لولدك والو، علاش دار معايا بحال هكا؟ قالت لها وشوفي داكشي بيناتكم، انا ما نقدر نقول لك حتى حاجه، انا قال لي وصلي الهضره وصلتها. انا وخويا جالسين وما فاهمين والو، ما عارفيش الدنيا فين غادا بينا. كنشوف امي اللي هي مصدر الامان ديالنا ضعفت مسكينه وكتبكي، ما بقات لها حتى شي حيله. امي من بعد ما فكرات مزيان وتشاورات مع جداتي والناس الكبار ديال العائله، قالوا لها شوفي يا لاله السيد ملي هو باغي يتزوج بوحده اخرى وما بقاش باغيك، ديري شويه النفس وسيري وقفي على وراقك وطلقي راسك براسك. داكشي اللي دارت با. من نهار اللي خرج من الدار سمح في امي وسمح فينا حتى حنا، عمرو ما هز داك التليفون وسول فينا ولا صيفط لينا شي حاجه ولا عرفنا واش خاصنا شي حاجه ولا محقورين ولا مظلومين، واش ناعسين بالجوع ولا شبعانين، والو سمح فينا بمره. ايوا جلسنا في دار جداتي ولينا دايرين بحال هذاك الجفاف اللي في العتبه، اللي داخل يغوت واللي خارج يغوت، بحكم ان العائله قالوا ما قالوا حكا زينوا المي الطلاق. قالوا لا حنا راه ما كنحملوش المراه تجي مطلقه وخصوصا بالولاد وما عندها لا خدمه لا ردمه. وكنا حنا ساكتين وصابرين، ناكلوا الشيطه وناكلوا البارده ونلبسوا الحوايج زعما كاينه اللي شايطين عليهم. عمرنا ما فرحنا براسنا في هذيك المده فاش كنا في دار جداتي شي واحد يجيب لينا شي حاجه جديده، شي بيمو، اي حاجه نفرحوا بها، والو. امي مسكينه كانت كتبقى ساكته. بعض المرات كندخل كنلقاها جالسه في البيت والدموع هابطين من عينيها، فاش كنمشي عندها ونعنقها باقا كنعقل كتبقى تطبطب عليا وكتقلبها ضحك باش انايا ما نهز في قلبي حتى حاجه. انا واخا كنت صغيره ولكن كنت كنرد البال بزاف ديال الحوايج. بحال بعض المرات كنا فاش كتحط طابله غير كنبغيو نهزو شي حاجه كيبداو يقولوا لكم الجوعفه، انت راه ما كتعرفيش تجلسي مع الناس، سيري حطي لها بوحده تاكل. يعني شي حوايج ما كناش كنلاحظوهم بزاف، ولكن قد ما حنايا كنكبروا في العمر قد ما كنزيدوا نفهموا بزاف ديال الحوايج.
وكنا كنشوفوا الفرق كيفاش كيتعاملوا معنا حنايا، كيفاش كيتعاملوا مع ولاد خالاتي وبنات خالاتي اللي كيجيو غير في داك السبت والحد وكيجيو لابسين مزيان واكلين مزيان، كيضحكوا معاهم يكبروا بهم. وكانوا خوالي يهزوهم يخرجوهم الحانوت ويشريو لهم بيموات، عمرهم ما تفكرونا يعني حتى حاجه ولو قليله انها تفرحنا ما تفكروناش بها، وحنا كنبقاو غير ساكتين. امي متي مسكينه راه ما عندها ما دير، الا مشات تدوات معاهم وقالت لهم علاش كتعامل مع وليداتي بحال هكا، غايقولها عجبك الحال هذيك، ما عجبكش الحال هزيهم وسيري راه الله واسعه. المهم تي مع قله الشيء اضطرت انها تمشي لمدينه اخرى، بحكم ان المدينه اللي عايشه فيها هي والوالده ديالها اللي هي جداتي مدينه صغيره ما فيهاش فرص ديال الخدمه بزاف. عام ونص ما شفت امي لا انا لا خويا، ديك عام ونص شفنا العذاب بعينيه. اش منك يا حقره، اش منك يا الحوايج مسخين، اش منك يا جوع، الضرب اللي داخل يضرب واللي خارج يضرب. جداتي هي الاخرى الله يسمح لها في هذا النهار وهي في دار الحق وحنا في دار الباطل، كانت كتضربنا على اقل ما هي حاجه. باقا نعقل واحد النهار عطاتني الوصله ديال الخبز نوصلها للفران، قالت لي سيري قولي ليه ما يحمروش بزاف من الفوق، بحكم ان خالي ما كيعزيش عليه هذاك الخبز اللي كيكون بحال قاصح من الفوق. ايوا انا بديك الخلعه وبقيت كنتفكر الهضره ديال الخبزه ما محمراش من الفوق، قلبت الهضره مشيت عند الفرناتشي قلت لي شوف، قالت لك امي حمر لها الخبز مزيان من الفوق. ايوا فاش رجعت نجيب الخبز مع 12 انا غدا مع ديك الدخله طلات علي جداتي قالت لي اش هادشي، قلت لها راه داكشي اللي قلتي لي قلتو لي راه قلت لي حمر الخبز، قالت لي انا قلت لك وهي تشدني. باقا نعقل عليها كواتني في يديا بجوج وقالت لي هادي باش تعقلي وقت ما تهزي الوصله ديال الخبز وتضرك يدك تفكري ان جداتك ما كتبغيش الخبز محمر بزاف. امي واللي كانت قليل مره فاش كتلقى الفرصه وتعيط لينا كتدوي مع جداتي وتصيفط لها الفلوس، كتقول لها شري الولاد ياكلوا يشربوا حتى نجي، كتصيفط لها باش تصرف علينا. ولكن جداتي الله يسمح لها كانت دوك الفلوس كتشدهم وكديرهم في جيبها، عمرها ما عرفاتنا واش قرينا ولا ما قرينا ولا شي واحد حاجر علينا ولا امتى داخلين ولا امتى خارجين. انا وليت دايره الدور ديال الام مع خويا اللي كان باقي صغير وما فاهم والو. دازت ليام وليام وجا واحد السيد بغى يتزوج امي، جا عند با قال ليه رانا بغيت نتزوج بنتك، راه سمعت انها مطلقه واش كاين. با باغي غير يتفك منها، قال ليه مرحبا، عيط لامي وقال لها جي راه واحد السيد باغي يتزوج بك. هي في الاول ما بغاتش، قالت لي خلينا راه خدامه على ولادي، قال لها ماشي مشكل بحكم انه مطلق وعنده 4 ديال الوليدات عايشين معاه، قال لها نربيو الدراري كاملين وداكشي اللي كاين. امي قبلات بحكم انه قال لها هاد الهضره، ولكن غير ضربات مع الكارد ومشينا للدار عنده تقريبا ما كاملاش 15 يوم. قال لها شوفي انا ما قادرش على صداع الراس، ولادك صيفطيهم داركم وخلي ولادي يعيشوا بخير، لان ولادو كانوا 4 وكانوا تبارك الله كبار علينا شويه وكانوا حاقرين علينا بزاف صراحه. وفاش كنت كنمشي نقول لمي راه ضربوني ولا شي حاجه كانت كتقول لي غاسكتي وصبري يا بنيتي، ولكن هذاك الضرب بزاف وما بقيتش قادره عليه. داكشي علاش اضطرات امي باش ترجعنا لدار جداتي ورجعنا عاوتاني المشاكل من اول وجديد. ملي اشتدت الامور مع راجلها تاني بدات كتقول انا راه ما يمكنش ليا نطلق، هي راه صيفطاتنا للدار عند جدي بدا بحال كيعيا شويه وبدا كيفهم اننا حنا غير ضحيه في هذه المشاكل كامله. امي ما قدرش تطلق من راجل تاني وما قدرش انها ترجع بينا تما، داكشي علاش حنا بقينا جالسين. انا في هذا الشيء كامل القرايه ما كانش داخله ليا راسي، كي غندي نفكر اصلا في القرايه ولا نمشي للراجل ولا نجبد الكتوبه اللي هما اصلا ما عنديش كلهم مقطعين ومسخين. الشكاره يا الاخرى كانت عندي كلها مقطعه من التحت كندوز عليها غير بالبرا، ما كان حتى شي واحد اللي قادر يوجهني ولا يقول لي اجي فلانه تقراي اجي نراجع معاك. وحتى من بعد المرات فاش كان شي عام كنسقط فيه بحكم انني كنت كنحس براسي مكلخه، ما كان حتى شي واحد كيلومني ولا كيدير فيا ديك النفس باش عام اخر ندخل بواحد بواحد الشخصيه قويه ونجدد هذاك الشيء ونقول صافي هذا العام غادي العزيمه هذيك العزيمه ما كايناش. ما كاينش حتى شي واحد تما هي الاخرى فاش مشات لدار راجلها ولات قليل فاش كتسول فينا عمرك ما سولاتني اصلا واش قاريه ولا ما قارياش ولا علاش غيبتي ولا شنو كاين. صافي وصلت لاج ديال المراهقه وهذيك العقليه زعما كاينه اللي كانت عندي في الصغر تبدلات 180 درجه. كان الهدف الوحيد ديالي هي انني نولي شي وحده زعما اللي لاباس عليها ونعيش في واحد الاستقرار، وكان الحلم الكبير ديالي واللي كنت كنتمناه هو انه كان عندي دار ديالي ناكل داكشي اللي بغيت، نفيق وقت ما بغيت، نعس وقت ما بغيت، نفرج في داكشي اللي بغيت، نتفرج في التلفاز في داكشي اللي بغيت، يعني شي حاجه اللي بسيطه تقدر تكون عند الناس داكشي، ولكن هذا كان هو الحلم ديالي ويكون معايا خويا بطبيعه الحال.
حقاش هذا الشيء يقدر يبان لاي واحد انه شي حاجه بسيطه، ولكن حنا كنا كنفتقدوه انا وخويا. الدار ديما كانت ديال جداتي عامره، ديما خوالاتي داخلين خارجين ولادهم، وديما وبعض المرات الا تناقش شي واحد انا بحال دابا انا ضاربت مع بنت خالتي واخا تكون هي اللي ظالماني كنسمى لي ما مزياناش وخاصني نعتذر منها وخاصني نمشي نبوس لخالتي على راسها واخا انا ما دايره والو وهما عارفين انا مظلومه. ولكن لا، انا هو داك الحويط القصير هما عندهم امهم تدافع عليهم، عندهم باهم غيتقلق عليهم، انا لا، ما كاينش اصلا اللي غادي يقول علاش ضربتو ديك الدريه مال سميه، علاش غضبانه، علاش كاعيه، والو. ايوا المراهقه رجلي بداو كيخرجوا الشواري شويه بشويه، كنت حاضيه راسي وصاينه شرفي، ولكن نخرج مع هذا يديني ناكل، هذا يديني نشرب العصير، هذا يديني نتفرج في السينما، مهم كنت داخله خارجه. والقرايه كيف ما قلت لكم كنت دايره غصبه باش ندي ونجيب في الطريق. خوالي كانوا قباح، ونهار اللي كيسمعوا ليا شي حاجه ولا كتوصل لهم شي خبر كنت خارجه مع شي دري ولا غادا مع شي واحد في الطريق ولا جالسه في شي بلاصه، العصا اللي كنت كناكل هذيك النهار حتى واحد ما كلاها في حياته. ولكن صحاب لكم واش هادشي غيحبسني؟ لا، كنت الغد لي عاوتاني نلبس ونماكي ونقاد حالتي ونلبس مزيان بحال لا ما عرفت انا بنت شكون، ونخرج عاوتاني وندير زبله اكثر منها. خوالي كان كيوصل بهم الحال حتى يسدوا عليا الباب الساروت، وكنت كنلقى اي حاجه زعما اي طريقه كنقلب عليها باش انني نسلت. بعض المرات كنسلت من سطح لسطح وكنهبط من دار الجيران. بقيت على داك الحال، ولكن خويا الحاجه الوحيده اللي كانت زوينه فيه هو انه تبع قرايته، كان كيقرا. كنت قليل فاش كنراجع معاه انا غمكلخه، ما كنتش كنعرف القرايه، وبعض المرات كان كيفهمني وكيشرح لي شي حاجه الا بغيت انا نشرحها ليه. دازت ليام وليام وجدي مات الله يرحمه والله يسمح ليه، بقيت غير انا وجداتي وخويا، وكان واحد خالي اللي مؤخرا تزوج، لحقاش خوالي الاخرين وخوالاتي كلهم تزوجوا، بقينا حنايا بثلاثه فينا في الدار. وبديت كنكبر وبديت كنفهم الدنيا بحكم هذاك الخروج اللي كنت كنخرج وداك الشيء، وليت ماضيه بجوج جوايه، وليت اي حاجه كنشوفها كنفهمها طايره في السماء. وحتى دوك التصرفات ديال التبرهيش وديال المراهقه والخروج والطيران ما بقاش عندي معاهم. فاش وصلت 19 عام وليت يعني كنحس براسي واحد الانسانه ناضجه، وليت كنعرف الخيبه من الزوينه، وليت كنعرف ان هذه الا درتها غتبقى تابعني حياتي كامله، وليت كنعرف مع من غادي نخرج، ما بقيتش اصلا كنخرج بزاف. ومع انايا كنت واحد البنت اللي زوينه بزاف وعاطيه العين وشعري طويل وديما الماكياج وديما محلقه على راسي، كانوا ديما الخطاب جايين داخلين وانا كنتعزل، لا هذا قصير لا هذا زوين لا هذا ما لابسش عليه. انايا كان عندي واحد الحلم هو انني نتزوج شي واحد يكون طويل وزوين ولاباس عليه. حتى النهار اللي جا فارس الاحلام ديالي، خدام مع الدوله، وقف علينا في الدار هو والام ديالو واختو وبغى يخطبني. جداتي دخلاتهم استقبلاتهم، انا غير شتو قلت صافي منو ما نخلق. جداتي جات جلساتني حداها وانا كنغز فيها كنقول لها قول لهم هي كتقول لي غتبتي. فاش خرجوا قالت لي الصقعه غتبتي خليهم غتيسخنوا بلاصتهم وانتي باغا طيري. قلت لها هذا هو اللي بغيته. جاوباتهم جداتي من بعد ما عيطوا لها 3 ايام من نهار اللي جاو استقبلناهم، قالت لهم صافي الدريه راه بغات الله يكمل بالخير، ما تشرطات ما قالت لهم حتى شي حاجه، وهما جابوا داكشي ديال الصواب لا اقل ولا اكثر. دوزنا النهار ديال الصداق، درنا الكاغ، درنا العرس، ومشيت عند راجلي للدار. في الاول كان السيد داخل سوق راسو مزيان كيدخل يخرج في الوقت، محترمني ومحترمه، ولكن واحد شويه بدا كيتسيف عليا، بدا كيبين الوجه الاخر. السيد كانت هضرته قاصحه وسامه بزاف، كان واحد جوج فاش كنقول ليه شي حاجه كيدور فيا ولا تيدو خفيفه عليا، واحد جوج كيجمع معايا بتصرفيقه واخا بعض المرات على الاقل ما هي حاجه، ولا كيطعني في شرفي كيقول لي سيري بنت الزنقه سيري انت باك على الله شنو دارت امك ليه باش انه يسمح فيكم. شي حوايج لانك اصلا كانوا ممرضيني ومعقديني في حياتي كان كيورك ليا على ديك البلاصه اللي ضراني. وكان كيقول لي ديما انا عمري ما شفت شي اب ما حضرش العرس ديال بنته، على الله شنو درتو لداك السيد مسكين تطج وسمح فيكم. وانا كنت كنقابل هذا الشيء غير بالبكا، لانه اصلا حنايا ما كناش عارفين بو علاش مشى وحنا ما درنا ليه والو. وهاد الهضره ما كنتش كنسمعها من عنده بوحدو، حتى من عائلته، اختو مو خوالاتو عماتو كلهم كانوا عارفين الفيلم ديالي، وكلهم الا شي نهار جيت كنتشكى عليهم ولا نتشكى على جداتي ولا خوالاتي كيقول لي شوفي داك السيد انت اختاريتيه بينك وبينه حنا ما لينا حتى شي حاجه. وجداتي واحد النهار جاتني من الاخر، كنت جيت عندها غضبانه زعما وبغيتها تكبر بيا، قالت لي شوفي حتى لا طلقتي من داك الراجل راه ما عندك فين ترجعي، انا اللي فيا كافيني ما بقيتش قادره على راسي، راه خوك راه شاده غير بزاز معايا. داكشي علاش هبطت من كواريا ورجعت وقلت صافي هادشي اللي خاصني ندير، خاصني نصبر ما عندي فين نمشي.
امي هي الاخرى ما عقلاتش علينا حتى فاش كنا صغار، الله يسمح ليها تزوجات ونساتنا. قليل فاش كتجي تسول فينا، عاده تهزني وانا مطلقه الا مشيت تطلقت من هذا الراجل. داكشي علاش رجعت وصافي ميكت. مره كان كيغوت يعاير يضرب، يقول لي ديك الهضره كندخلها من هنا وخرجها من هنا، واخا كانت كدير لي واحد الجرح كبير في قلبي. كنت كنحس شي حاجه كضرني بحال العقده في فم قلبي، ولكن كنسكت وكنقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا ماليه في هادشي والو، ماشي انا اللي قلت لبا خرج من الدار وسمح فينا، ماشي انا اللي قلت لامي سيري تزوجي براجل ما باغيناش، ماشي انا اللي قلت لجداتي يديروا لنا شفاف في العتبه ديال الدار انا وخويا. وحتى من خوالي ولا خالاتي ولا جداتي، زعما شي واحد يجي من طرف عائلتي يدوي معاه ويرجع لي عقلو يقول لي حشومه عليك هاد البنيه راه ما ليها والو، يشرحوا ليه والو. حتى واحد ما كبر بيا قدامه، زعما ما عندي حتى شي ظهر صحيح قدامه. صافي فاش رجعت تقريبا داز واحد العام وشهرين. فداك العام وشهرين شفت واحد العيشه اللي كحله معاه. تصوروا المعيور، الضرب، كان سيد كيسكر كيجي كيضربني على اتفه الاسباب. كان ديما الحمي زرقاء، ما كتجي تبرا بلاصه حتى كتزرق ليا بلاصه ويسيل ليا الدم ديالها. حتى لواحد النهار طجيت باللباس اللي لابساه، خليت ذهبي، حوايجي، جلالبي، كلشي سمحت فيهم وزدت. كنت صبرت على الحقره ديالو وعلى الضرب ديالو والمعيور ديالو والقمع ديالو، ولكن فاش وصلنا لمرحله انه ولا كيطلب مني شي حوايج اللي حرام واللي ما كيبغيهمش سيدي ربي، صافي حتى لهنايا وحبس. فاش خرجت من ديك الدار وليت كنقول لي لها واش انا غادي نعيش اكثر من هادشي اللي عشت. حقاش كيف ما قلت لكم فاش كان كيطلب مني شي حاجه وما كنبغيهاش كنقول ليه راه حرام داكشي، ما تدخلش علينا الحرام الدار. كان كيعلن عليا الحرب. ما نعاودش لكم كي كندوز هذوك الايام. غا كيبرد شويه كيعاود يطلب مني حاجه اخرى، فاش كنقول ليه راه دوينه ديك النهار وقلت لك لا، كيعاود داكشي كثر وكثر. المعيور، الضرب، يعني عرفت راسي غاده من السيء للأسوأ. دخلت لدار جداتي، غير شافتني وهي تكحل بالعمى، قالت لي اش درت لك يا بنيتي وانا يلاه تفكيت منك وغادي تجي وتشوهيني مع الجيران. بحال انا جايه يعني جايبه لها شي كرش ديال الحرام ولا جايبه لها شي منتف كبير. قلت لها امي راني غادي نموت، راه الا بقيت مع داك السيد. قالت لي راه انا اللي غادي نموت الا جيتي وجلستي ليا مطلقه. امك جابت لي العار وتاتي غتجيبي لي العار، سيروا الله يعطيكم مصيبه بحال هكا. قالت لي واش بنات الناس كيصبروا وانتي عام ما تبتيش في دارك ورجعتي هي الشايطه ورجلك خفيفه والناس كيتبتوا في ديورهم. قلت لها جداتي قتليني وما ترجعينيش ليه، راه اش كيدير ليا واش كيدير ليا. وبقيت نبكي. قلت لها انا راه ما لقيت لا با لا امي اللي غيوقف معايا، راه انتي الوحيده اللي غتصبري عليا. شافت تعيات وناضت وخلاتني. هذاك الايام اللي رجعت للدار شفت ايام كحله. خوالي اللي كيرجع يطلع على امي يقول لها رجعت عاوتاني هذه، راه قلت لكم راه ما تثبت حتى شهر، ما عرفت كيفاش جلسات عام مع داك الراجل، ما عرفت كيفاش تصبر عليها. هما ما عارفينش داكشي اللي عشت معاه هنايا. فاش تواصلت مع داك الراجل اللي مجوجه به والله يسمح ليه، قلت ليه شوف انا ما بقيتش قادر نعيش معاك، صافي انا بغيتها براتي، سمحت لك في حويجي وسمحت لك في كل شيء، ما بغيت منك حتى حاجه. وحتى هو ما كانش من العاكزين، مشى رفع دعوه ديال الطلاق وبقينا في الاجراءات. وحتى واحد من خوالي من خوالاتي ما قال لي مالك ولا شنو، ولا واش ما كاينش حتى شي مجال باش تصالحوا ولا شي حاجه، ولا واش خاصك شي حاجه الفلوس. كنت غدا طالعه هابطه للمحكمه، كنت دايره بحال ديك المقطوعه من الشجره، وراه بصح مقطوعه من الشجره. امي عرفتني غنطلق عمرها ما سولات فيا، كانت خايفه نجي لها للدار ولا ناخذ لها راجلها، الله اعلم. با اصلا من شحال هادي مبقيناش سمعنا صوته ملي كنا صغار. جداتي حتى هي ما كانتش كتسولني، كتشوف لي داخله خارجه كتقول لي غا بقاي داخله خارجه تجيبي لنا شي مصيبه اخرى اكثر من المصيبه اللي تزوجتي به. فديك المده اللي كنت كنخرج وندخل المحكمه باش نطلق، كنت عرفت على واحد الدريه وبقيت هضره كتجبد هضره، وهي عرفتني على راسها. قالت لي انا سميتي ساره وخدامه في الامارات وكندي حتى البنات، الا بغيتي تمشي تخدمي مرحبا. كنت في الاول بديت كنفكر كنقول لا الامارات السمعه خايبه وغيقولوا لي وعائلتي شويه. قلت انا اصلا حتى واحد ما عاقل عليا، نمشي نخدم على راسي وندير علاش نرجع، اصلا ما بقى ليا والو ما ندير في المغرب. قالت لي غير طلقي وكملي الاجراءات ديالك وانا معاك وغادي نوقف معاك حتى تمشي لهي. وكانت تقريبا كل نهار ولا يومين كتعيط ليا كتقول لي مضرا فين وصلتي درتي ياك ما خاصك شي حاجه. انا كنت واخا هكاك غشيمه كنقول ياه سعداتي ربي حط ليا هاد ساره في طريقي كيديرها من الحلال، غتوقف معايا وغنخدم وغندير علاش نرجع. ولكن هي كانت باغا ديرني بروجي وهوته اللي غادي يديه تما وغتربح على ظهره الملايين. وفاش طلقت قلت لها صافي راه ساليت. قالت لي شوفي انا الاجراءات والوراق كلشي غادي نقادهم لك، جيبي لي فوتوكوبي لاكارت وداكشي. وفاش غتمشي لهذيك الدوله غتستقبلك واحد السيده اللي كنعرفها من المعرفه ديالي في دارها في واحد المدينه الفلانيه، لا داعيه لذكر الاسم. وداكشي اللي كان صيبت الباسبور صيبت الوريقات حتى لاخر لحظه. عاد قلتها لعائلتي. اش من عائلتي؟ غير الناس اللي كنت عايشه معاهم، جداتي
جداتي وخويا. خويا في الصراحه ما سخيتش بيه، كان مازال كيقرا، كان هذاك العام باقي نعقل عنده الباك، وقلت ليه غير نجح ونصيفط لخويا احسن كادو. جداتي قالت لي وسيري الله يسهل عليك، وسيري عندك تمشي تزوجي بشي واحد اخر وتطلقي وتمشي غادا مجوجه مطلقه. لا ما تخافيش من الغلط تعلم. انايا قبل ما نمشي جلست واحد النهار مع ساره وقلت لها شوفي عندك تمشي تقولي لي نمشي تما ندير شي حاجه ديال الفساد ولا الحرام، انا داكشي راه ما باغاش، والله ما هنايا هاد العيشه الكحله ولا نمشي ندير شي حاجه اللي تعصي ربي. قالت لي شوفي الضمان هو ان حتى حد ما غادي يقيسك، انت غادي تمشي غتشطحي الرقص الشرقي. قالت لي هادشي هو اللي طالبين وفيه فلوس ديال بصح، والضمان هو ان حتى واحد ما غادي يقيسك وحتى واحد ما غادي يحكر عليك. قلت انا الا كان الشطيح ما كاين حتى شي مشكل، نمشي ونلبس ونشطح، ما حتى واحد ما غادي يقيسني وحتى واحد ما يحكر عليا. خرجت ليا الفيزا وقديت ورقاتي وجمعت حوايجي وجمعت باليستي، تسالمت مع جداتي ومع خويا، خوالاتي سلمت عليهم، واخا شي وحده تسوقات ليا وشي وحده ما تسوقات ليا، من غير واحد خالتي قالت لي عندك تمشي تما ويدخلوك لشي معمعه كبيره. قلت لها ما تخافيش. وصلت للدوله اللي كنت خاصني نمشي ليها وتلاقيت مع السيده اللي قالت لي ساره، وبالفعل اي حاجه قالتها لي لقيتها تما. لقيت الدار فين غادي نسكن، الماكله واجده، الحوايج واجدين، وليت كنمشي كنخدم كل نهار، طوموبيل كتجيني حتى لحدا الدار لتحت كنركب فيها كنمشي كنلبس، حتى واحد ما كيقيسني، حتى واحد ما كيقلل عليا العفه، حتى واحد ما كيقول لي شي كلمه خايبه، ما تعرضت لا للعنف لا العنصريه لا والو. والفلوس اللي كنت غادي نشد عمري ما حلمت حياتي انني غادي نشد هذاك القدر ديال الفلوس. الفلوس ولاو كيف الماء وسط يديا، وليت كنصيفط لجداتي كل شهر الفلوس اللي عمرها ما كانت كتخيل انني نقدر نصيفطهم لها. كنقول لها هاكي تبرعي وصرفي على راسك وبرعي لي خويا. ايوا ديك الساعه بانوا الحباب وبانوا العائله، شمنك يا خوالاتي يعيطوا يسولوا فيا، شمنك يا سلو شباكيه وبريوات ديال اللوز وداكشي ديال رمضان والتفكور كيتصيفط حتى لحدا العتبه ديال باب داري. كنقول لها حياني عليك ايام سميه، فاش كنتي في المغرب كنتي ما كتلقاي حتى طرف الخبز سخون تاكليه، دابا ملي ولاو عندك الفلوس عاد داروا لك الطريق في البحر، ولاو الناس كيعرفوك فين كاينه ويصيفطوا لك الشهيوات. عاد ولاو يبانوا خوالي، ها اللي ولدو مريض وخاصو الفلوس، ها اللي ولدو باغي يمشي يقرا برا وخاصو شي حاجه باش يكمل، ها اللي باغا تكمل السلسله ديال الذهب، ها خالتي اللي خاصها تفتح على المراره. وانا كنقول ماشي مشكل غنصيفط ليهم. انا كان كيعجبني الحال، واخا هكا كيفاش كانوا يعيطوا ليا كنقول بعدا راه كيعيطوا كيسولوا فيا. وحتى من امي اللي ما كانت كاع كتحاشيه ليا ملي سمعت عندي الفلوس ولات تعيط وتسول وتقول لي جي طلع عليا وراني موحشاك وجي وها انت شوفي سولي تما راه عندكم واحد العطر وعندكم العود قماري وجيبي ليا وجيبي ليا وجيبي الراجل وجيبي الراجل اللي ما كانش باغيني، الراجل اللي قال لها دي الدراري عند دار جداتهم. ماشي مشكل كلشي كيفوت. البلاصه اللي كنت خدامه وبحكم انني واخا كنت كنخدم راقصه كنت محترمه راسي، ما مدصراش عليا الناس تما، كندير خدمتي على اكمل وجه، وانا اصلا كان كيعجبني الشطيح وكنت كنعجب الناس بزاف، ولاو عندي المعجبين وكيجيو على قبلي. نهار اللي ما كنكونش خدامه كيكون عندي عطله ما كانوش كيجيو، كانت هذيك البلاصه كتكون خاويه، بحال انني وليت كنتخدم بالطلب، ولاو كيطلبوني في بزاف ديال المراقص وبزاف ديال يعني بزاف ديال البلايص، ولاو كيطلبوني بالسميه ديالي، وهذا الشيء اللي خلاني انني نولي كنلعب بالفلوس ديال بصح. وبحكم انني ما كنت خدامه لا بوراق لا والو، يعني من حقي نمشي نخدم في اي بلاصه، كنت بعض المرات كنمشي نخدم في 3 البلايص في ليله واحده، وكنت خلص 3 ديال ليكاج اللي نقدر انني نصورهم في المده ديال عام الا خدمت في المغرب. هذاك الشيء كنصورو في ليله واحده، كنصيفط لجداتي وكنخلي باش نتبرع وكنخلي باش نطرف لدواير الزمان، حقاش ما عارفاش الدنيا شنو جايبه ليا من بعد. واخا الهضره كانت في ظهري خايبه بزاف، كنت وقت ما كنصيفط الفلوس بعض المرات وليت كنقول حكا نصيفط، كنت كنصيفط لهم اكثر من داكشي اللي كنخسر على راسي وداكشي اللي كنت كنطرف شويه، ولكن الهضره فيا خايبه. كانوا كيقولوا هاد الفلوس كاملين كنصيفطهم باينه ديال الحرام، وانا ما كانش في راسي هاد الشيء، كان غير خويا حتى جيت المغرب وعاود ليا كلشي. في هذا الاثناء اللي كنت انا في اوج الخدمه ديالي وكنت عاطيه راسي غير الخدمه، واحد السيد كان ديما مراقبني، كنت مره كنرد ليه البال، كان ديما كيحط عليا الغرامه صحيحه، كان ديما كيسول عليا، ولكن انا عمري ما خليت ليه الفرصه باش انه يزعم عليا. ولكن من بعد فاش بداو كيشكروه ليا وكيقول لي انا السيد لاباس عليه وعنده الفلوس وناوي معاك الحلال واش كاين وليت كنقول علاش يمكن ربي غادي يعطيني فرصه باش انني نتوب وندخل سوق راسي. تعرفت عليه وليت كنجلس معاه، نهار اللي كنجلس معاه في الطابله ما نعاودش لكم اش كيدير عليا، ما كيخلي ما يدير عليا، كيحط عليا فلوس كحله ديال بصح. السيد في الاول كان كيصحابني بحالي بحال كاع دوك البنات اللي خدامين تما، بدا كيبين لي انه باغي يبقى معايا في علاقه يعني مفتوحه، نخرجوا مع بعضياتنا، نمشي معاه نجي معاه هنايا. قلت لي شوف انا داكشي ما عنديش معاه، نبان لك انني هنايا في الليل وكنضحك وكنشطح ولكن انا ما بغاش داكشي. هو
فاش شافني انني جامعه راسي وخا هكاك زدت عجبته وكبرت في عينيه اكثر واكثر، ولا كيقول لي طلب اللي بغيتي، اي حاجه نحضرها لك غير قبلي تجوجي بيا. انا في هذا الاثناء كنت مازال كنفكر، كنقول ما نتسرعش بزاف، انا باقا خدامه وتنشوف، ما عرفتش هذا السيد يقدر يتسيف عليا حتى هو بحكم الزواج الاول ديالي عقدني من جهه الرجال. في هذا الاثناء كانت عندي واحد خالتي باقا صغيره شويه، هي صغيره في خوالاتي، كانت زعما فيها شويه ديال الضوء مقارنه مع خوالاتي وخوالي. كنت مره كنعيط لها وكنبقى نعاود لها وكنعاود لها ونشكي لها بحكم انا ما عندي لا صحابات لا والو اللي غندوي معاهم ونعاود لهم وينصحوني. وبديت كنعاود لها على هذا السيد اللي تعرفت عليه وكنقول لها اش كيدير عليا وهادي وعطاني الفلوس وانا خايفه لا يكون كيتفلى عليا. كتقول لي ويلي بحال هذا الراجل تفلتي من يديك، ويلي بحال هذا الراجل شوفي اش كيدير لك، راه ما تلقايش بحال هذا الراجل، شدي فيه بيدك ورجلك وسنانك. وكنت وصلت معاها لدرجه انني يعني خديت راحتي معاها، وكانت هذه واحد الغلطه كبيره. وليت كنصيفط لها من الاوديوات اللي كان كيقول لي، كادوات اللي كيصيفط لي، تصاور الفلوس، كتصور الفلوس، كنت فاش كيعطيوني ليا كاش كنصورهم ديك الساعه كنقول لها شوفي شحال عطاني، وكنمشي وكنصيفط لها كنقول لها يا خالتي كندور معاه، وكتقول لي الله يرضي عليك المرضيه واش شدي فيه. فاش كنت كنقول لها راه كيبان ليا بعض المرات كيبدا يغرم على بنات اخرين وكنخاف لا يكون يعني كيعرف بنات اخرين ولا انا غير موجه دايزه في حياته، كتقول لي صافي تاتيا الهبيله ندفيه تاتيا وخدي منه داكشي اللي باغا اللي تقدي تعيشي به حياتك كامله قايده، بقى معاك هي هذيك، ما بقاش الله يعاونو راه كاين مليون منه في ديك الدوله. شويه بدات كتقول لي شوفي هاد السيد عنده الفلوس بزاف، غاشدي فيه وتزوجي، ياك هو باغيك وشارك بالغالي سيري تزوجي به. ولات كتقول لي راه ما تلقايش بحالو وهذا، بدات كتدخلي ديك الفكره ديال الزواج شويه بشويه. حسيت براسي بديت كنقتنع وانني غنقبل بهذا الزواج، وانا بالتلفه بقوه الفلوس اللي كانوا عندي هذاك الشيء اللي كنت كنطرف شويه مابقيت كنطرف والو. وليت اي حاجه كطيح لي في يديا حتى من الكادوات اللي كان كيجيب ليا، بحكم انه كان كيجيوني بزاف الكادوات سواء منه سواء المعجبين اللي كانوا كيجيو يسهروا في ديك البلاصه فين كنت خدامه، كنت كنهز ونصيفط للمغرب. كنبغي نبين لهم زعما كاينه شوفوا هذيك اللي كنتو قامعينها في الصغر ها هي كتصيفط لكم وكل شيء. وليت يعني وليت تالفه، مابقيتش دايره حتى الحساب لدوير الزمان، كنقول شي نهار هادشي غيتقادى وما يبقاش عندي حتى باش نقي سناني والو. وهذاك السيد كيزيد ويزيد والخير يعني فاض عليا بواحد الطريقه اللي غير معقوله، بحال كنت انني كنشري الحب ديال عائلتي بالفلوس. كنصيفط لهم داكشي باش يبغيوني، حقاش كنت كنحس بهم كيقمعوني في الصغر، وهما كانوا بصح كيقمعوني في الصغر، ولكن كنت كنصيفط الفلوس كنقول ياه باش يقولوا راه فلانه صيفطات، راه سميه صيفطات الفلوس بزاف، سميه ديما مفكرانا، سميه ديما مكبره بينا. وكانت هذيك الهضره كتعجبني، كنقول صافي كره دابا جالسين كيقولوا الله يرضي عليها راه ديما مفكرانا. السيد فاش قلت لي انني قبلت بالزواج ما خلى ما دار عليا، فرح لدرجه انه بكى، قال لي شوفي غنخليك اسعد مرة في حياتك، قال لي الشرط الوحيد اللي عندي هو انك تحبسي ديك الخدمه. وبصراحه انا عييت ومليت، قلت صافي نحبس انايا ونرجع ونخدم. وعلمت عائلتي قلت لهم شوفوا راه داك السيد راه باغي يجي وباغي يتزوج بيا واش كاين. علمت جداتي قلت لها وجدتي وديري راه غنجي انا وياه كبروا بيا عافاكم، وصيفط لهم فلوس ديال بصح باش يديروا عراضه كبيره وداك الشيء. كانت بقات تقريبا واحد الشهر باش غادي نرجع للمغرب انا وياه. كنت نسبقوا انا الاولى باش نشوف عائلتي شنو موجدين، شي حاجه لا ناقصه نوجدها، عادي يجي هوايا باش يلقى داكشي كلشي واجد. ديك خالتي قالت لي اجي شوفي واحد القضيه نديرها لك، اش بالك نقلقلو، صيفط لي النمره ديالو نسولو نشوف شنو كاين شنو تحت راسو. انا ديك راه خالتي وثايقه فيها، عطيتها النمره، عيطات ليه الو شكون انت شكون انا كيديرين كلشي بخير، عرفاتو على راسها وداكشي اللي كاين. وفاش دخلت المغرب وتقريبا بواحد ال5 ايام واحد النمره ديال المغرب طلعت ليه هو في التليفون ديالو، وكانوا تصوروه يعني توصلوا شي تصاور ماشي هما هادوك، بمعنى العباره بنت خالتي، ديك خالتي اللي قلت لكم قريبه ليا بنتها تصورها ما لابسه حتى شي حاجه مصيفطاهم السيد قال راه هذه كتقلقلني بحكم النمره ديال المغرب، انا ما رضيتش ما قديتش نقول هذيك راه بنت خالتي اللي مصيفطه التصاور. ما نعاودش لكم شنو مشيت لدرت لخالتي حيحت عليها، خالتي ناضت كتسلخ بنتها قالت لها يا المسخوطه هذاك راه راجل بحال هذيك البنت راه بحال اختك وهذاك راه بحال راجل اختك وهذه وانايا بحال تقرصت شويه. وليت كنقول صافي فاش غنتزوج بهذا السيد عمري لا بقيت رجعت للمغرب. وقلت لها بنتك ما تحضر لا خطبه لا عرس، انا راه ما قلتش ليه كنعرفها وما غرضاش نقول ليه هذه راه بنت خالتي. وداكشي اللي كان، وانا كنت واخا هكاك باقا طايشه شويه. كانت اي حاجه كيصيفطها ليا كنقولها العائله كامله، كاس هو الاخر معلقه هي الاخر شريتها، تكشات هي الاخر شريتها، كنقول لهم شوفوا صيفط ليا وقال لي شريت الطقم ديال الذهب، صيفط ليا طقم ديال الذهب دار ليا فعل ليا ترك ليا، والعائله كلهم في اخبارهم. وهوايا ما نعاودش لكم كان فرحان بزاف، وكنت باغا ندير اكبر عراسيه كنت كنوجد ليها، بحال بغيت نعوض راسي من هذاك العرس الاول، لدرجه ان عائلتي كلهم حلوا فمهم قالوا لي كون كان كيصحاب لينا ان هذا الخير كامل غادي يجي ورا التطليقه الاولى ديالك
كون حنا اللي شجعناك على الطلاق من شحال هادي. وصل النهار اللي غادي يجي داك السيد للمغرب، استقبلته جداتي في دارها. ما نعاودش لكم كي كانوا دايرين ليه بحال الماء القليل، ولكن انا كنت كنبان قدامه صغيره، كنقول ماشي مشكل، انا اصلا غادي نمشي وما نبقاش نرجع. كانوا معامليني بحال بخوجه قدامه، الماكله تا ليديه، وما نعاودش لكم الفاشطات والناس داخلين بالكادوات وخارجين، هو غا كيشوف عاجبو الحال وما فاهم والو. كلشي بقى حال فمو الطريقه اللي كان كيتعامل معايا بها. اي حاجه كنت كنتمناها قبل ما نسد فمي كيحققها ليا ويحطها قدامي. وصل النهار اللي غادي نديرو العقد ديالنا، درنا العقد، داز كلشي بخير وعلى خير. الشرط الوحيد اللي كان عندي من غير الشروط الاخرين، باش انني يعني بزاف الحوايج كان غيوفرهم ليا، قلت ليه شري ليا دار في المغرب. كنا كندوروا على العقارات وكنشوفوا شي دار زوينه باش نشريها. هذه يمكن هي الحاجه الوحيده اللي فكرت فيها بالعقل، حقاش وليت كنقول الوقت والزمان نقدر نرجع للمغرب وما نبقاش في ديك الدوله اللي انا غنعيش فيها معاه، او موان نلقى شي حاجه وشي بلاصه فين غادي نستقر انا والاخ ديالي. وانا كيف ما قلت لكم كنت كنعاود كل شيء، وخصوصا ديك خالتي اللي قلت لكم باش نفقسها ونفقس حتى بنتها. كنت كنقول لها شوفي الشرا ليا وشوفي شحال عطاني وشوفي، بعض المرات كنت كنزيد فيه بزاف غير باش نفقسها، ووليت كنحس بانها حتى هي راه كتغير مني ماشي غير بنتها. وديك بنت خالتي غير جالسه وكتكدد لها هي لامها، امها ولا كيبان لها السم في وجهها. كنشوف وانا كيعجبني الحال، كنقول صافي راه معدوم فين يوصلوا ليا. وصل دا النهار ديال العرس، داز واحد العرس اللي اسطوري، ما نعاودش لكم الناس اللي جاو، اللي كيبغيوني، اللي ما كيبغيوني، اللي حاسديني، اللي عمري ما دويت معاهم. عرضت على القريب والبعيد، واحد القاعه درتها كبيره والخير موجود، كلاو وشربوا وشطحوا داو معاهم، داو ما يعاودوا. مشيت انا وراجلي غير وصلنا للوطيل، هذيك الشوفه اللي غادي نشوف راجلي كيبان ليا بحال شي جن كحل. في هذيك الساعه كنحس براسي تكب عليا سطل ديال الماء بارد، حنكي عواج ليا ولا قلبي كيضرب يضرب. وليت كنقول واقيلا الموت هادي. كنشهد في الخاطر ديالي وكنبكي. راجلي فاش شاف داكشي، بحكم هو واحد الدوله عربيه، عارف بان داكشي غادي يكون غير عين اولا سحر. شعل القران، بدا كيعيط لجداتي وكيبكي، كيقول لها جي، وراه ما عرفتش مالها. جات جداتي وجات هذيك خالتي، بقاو يقراو عليا القران يشوفوا شنو كاين. انا والو، كنحس براسي العافيه شاعله فيا، بغيت غير امتى نبعد منه ونخرج من داك لوطيل. هزوني وداوني لدار جداتي، شعلوا القران، عيطوا على واحد الراقي عيا ما يقرا عليا، قال لهم هادشي اللي عندها صحيح شي سحر. راجلي بقى معايا تقريبا 15 اولا 17 يوم، بحكم الخدمه اللي عنده. عطى لجداتي بزاف ديال الفلوس، قال لها شوفي اي حاجه بغاتها، اي حاجه محتاجاها عيطوا ليا، هي النمره ديالي. ومشى تفارق معايا بالبكا. انا ما كنتش كنشوف فيه، يديا ورجليا عواجو تصوروا، لدرجه ان الطواليت عزكم الله كانوا كيديروا ليا ليكوش. صافي يعني صافي، وليت كنقول صافي هذه حياتي سالات، الهضره ما كنخرجهاش، فمي عواج، سيفتي تبدلات. 4 شهور وانا شاده الفراش بحال هكاك. فاش دارت ديك 4 شهور راجلي كان جاي، اون فوا حسيت بيه وصل حدا الباب، عاوتاني قلبي تشد عليا. كنقول لهم ما بغيتش نشوفه، ما بغيتش نحس به، وانا غير بالغوات ما قادراش ندوي هضره مقاده، هضرتي كلها عوجه. كيقولوا لي عافاك غير حبس بلا ما تدخل. هو كيبكي بالدموع، كيقولوا انا راه ما درت لها حتى شي حاجه، انا راه باغيها، انا راه بغيت مرتي ترجع كيف ما كانت. وانا على داك الحال. راجلي مشى مسكين لوطيل، ومن تما عيط لجداتي قال لها انا غادي نمشي، تتولي بخير وعلى خير. وكيبكي قال لها عافاك احتاجت شي حاجه عيطي ليا. دازت ليام وليام وانا باقا على ديك الحال، وجداتي اللي مقابلاني ماشي مقابلاني غير حبا فيا، حقاش راجلي كيصيفط فلوس صحاح، ولاو الناس داخلين خارجين والزرايد، وكل شيء يجي يطلع عليا وباغي غير ياكل ويشرب ويتشفى فيا. ما علينا. خويا مسكين كان هذاك الايامات كيقرا في لافاك، وكان ديما كيجي وكيبقى يدوي معايا حدا راسي، واخا انايا كنت كنسمع حاجه وحاجه ما نسمعهاش، كنعقل على حاجه وحاجه ما نعقلش عليها. حتى لواحد النهار واحد مرت خالي وديك خالتي اللي كنت حاطه عليها الراس، ناض بيناتهم واحد الصداع كبير، شي مشاكل كانوا بيناتهم. وناضت هذيك مرت خالتي ناضت عيرات مرت خالي وجبدات لها واحد الدوسي اللي خاتر ديالها، لدرجه ان راجلها اللي هو خالي كان باغي يطلق مرته. ايوا ديك مرت خالي ماشي من العاكزين، حتى هي جمعات العائله كامله على قصريه ديال كسكسو نهار الجمعه دار جداتي، وقالت لهم اجي نفكوا المزيوده اللي كانت مجموعه في هاد الدار. وقالت لهم شتي ديك سميه اللي شاده الفراش عواج نهار عرسها، ما عرفتيش شكون سبابه؟ هذيك خالتها، هذيك اللي بغات تطلقني انا وخوها هي سبابه. كانت هزات ليها من حوايجها ومن يعني اي حاجه كانت معها، هي كانت كتخرج معايا. الحنه شريتها كتهز منا شويه، توب شريتو ديال التقشيطه قطعت منه شويه، حتى من شعري قطعته ليا شويه فاش كنت مشيت انا وياها للصالون، وقلت لها يلا نتهلا لك في شعرك فاش كنت كنوجد العرس. اييه
وكانت دايره لينا السحر في هذيك الجلسه ديال العروسه فين كنت جلست وبرزت انا وراجلي. كانت حاطه لينا مسمار مصدي وكانت مقطع يعني مطرقه الامور ديالها. وكانت عاودات لمرت خالي وقالت لها شنو درت لها باش تتعلم هاد المره انها تفشر علينا وانها تفوح علينا وتقول لنا انا دار ليا ودار ليا. مالها اش باغا تكون؟ راه غير شايطه وراه باها مسامح فيها وامها مسامحه فيها. هذه راه خالتي راه اخت امي. هنا في هذه اللحظه ديك القصريه حتى واحد ما قرب ليها، بردات ولات حالتها. وكاع الناس ولاو كيشوفوا ولا خوالي ولا كيقولوا شنو كاين. وحقاش ديك مرت خالي حتى هي كانت خبيصه، كانت معروفه سحاره ومخلويضه ويعني غاده جايه لفقها. ناضوا قالوا لها انت كذابه حقاش قالت لك شنو كاين. قالت لهم واجي تشوفوا الكذوب كي داير. مرت خالي كانت مطوره، كانت كاع لي زابيل اللي كدوي مع ديك خالتي مسجلاهم ولوديوات. كانت قبل ما تمسحهم مرت يعني خالتي تمسحهم من تليفونها كانت كدير لهم اونغيستري وكتصيفطهم في واحد الكونتاكت ديال واحد النمره ديالها نيت. يعني مرت خالي كانت لعبها مطوره وناويه الغدر مع عند خالتي. ايوا ما نعاودش لكم ديك النهار ديك الدار ديال جداتي تقلبات السفها على علاها. الجيران سمعوا الصوت. ايوا عرفوا الفقيه اللي مشاو داروا ليه هي دقتو عندي. مشات جداتي لبسات جلابته وجرات هذيك مرت خالي وجرات خالتي من شعرهم. قالت لهم دابا ديوني على داك الفقيه باش نبطلوا هذا الشيء ديال الدريه. الله ياخذ فيكم الحق السحارات. جداتي واخا كانت قاصحه وصعيبه وكانت كتحقر عليا ولكن ما بغاتش هي ديك المضره، خصوصا فاش شافت انا هذاك ولد الناس باغيني وشاريني وشافت ان حياتي غادي تزيان ولكن وقفوا لي في طريقي وقفوا لي في سعادتي. الله ياخذ فيهم الحق. ايوا هما بثلاثه بهم جالسين عند الفقيه وكيبطلوا في داك الشيء. وجداتي قالت لي نعطيك اللي بغيتي غير خرج لي هاد الدريه من داك الشيء اللي حطيتي فيها راه غادي تموت. داك الشيء كيتبطل وانا وجهي كيرجع فيه النور، حان كيرجع بلاصتو، فمي يرجع بلاصتو. هاد الشيء كيعاودوا لي غير الناس. غير واحد خالي ومرتو داك الكبير قال لي راه وجهك بدا كيرجع كيف ما كان، رجع لي النور في وجهي. كنت كنبان مسوخه في الاول، ما بقاتش حتى واحد ما بقى كيقدر يطول فيا الشوفه. انا هادشي ما عقلتش عليه ولكن هادوك اللي كانوا معايا كيف ما قلت لكم خالي قال لي انا داكشي اللي شفت راه خلعني فكا بنت اختي. ولا كيقول لي داكشي راه وجهك كيرجع تلقائيا. ويعني حتى الناس اللي دايزين بهاد التجارب ما كرهتش انهم يفيدوني بهاد القضيه. واش داكشي كيرجع بسرعه ولا كيبقى تدريجيا؟ الله ياخذ الحق في اي واحد كيسحر ولا كيضر شي واحد في صحته. وانا ديك الهضره كامله اللي دازت يعني قدام القصريه ما كان في راسي والو، كنت مرفوعه جالسه معاهم ولكن راه ما كايناش في هاد الدنيا. حتى فقت وغدت ليه يعني توقت وداكشي وداتني جداتي مسكينه للحمام وكمداتني عاد جلسوني وقالوا لي شنو كاين وشنو كاين. فاش عيطوا على راجلي كان كيتسنى انه مع الدخله غيسمع غواتي ولكن كنت كتبان ليه وحده اخرى ديك سميه اللي شافها النهار الاول وبغاها وشراها بالغالي. شفتو وليت كنقول انا هذا الراجل اعراض تزوجت به ولكن راه ما عقلاش هادشي اللي داز. شحال ديال الوقت داز عاد عاود ليا وقال لي شنو طرالك وشنو طرالك وشنو طرالك. ما نعاودش لكم تصدمت الصدمه ديال حياتي. خالتي كنت حاطه عليها الراس وضراتني في صحتي بزاف. عمري ما توقعت منها غدير ليا بحال هكا. ديك الساعه ملي راجلي وصلوا الخبر كامل قال لي نوضي تقعدي دابا نمشيو. من تما خليت حوايجي الدار اللي شرا ليا الفراش ذهبي حتى من الحوايج اللي كنت حاطه عند جداتي خليت كلشي. شدينا الطياره ورجعنا ديك البلاد فين غادي نعيشو. من تما قطعت علاقتي مع العائله كامله من غير جداتي وخويا. حتى امي قطعت مع العلاقه لان المده اللي كنت محتاجاها وكنت شاده الفراش ومريضه كانت هي مقابله راجلها وولاد راجلها. يعني ما كانتش كتجي لا تنقي ليا لا تطرف ليا. راها راه اي غتوقف مع بنتها هذيك اللحظه ولكن والو. واليومنا هذا انايا صيفط لجداتي جات وديتها دارت العمره وتهليت فيها. وخويا كيمشي ديما المغرب وكيجي عندي هنايا وخرجت انا وياه وسافرت انا وياه لدول اخرى. وراجلي يعني عزيز عليه خويا واحد الدرجه ما كتصورش بحكم انه صغير عليا كان كيتعامل معاه بحال خوه الصغير. وهذه هي حكايتي ونتمنى نتلاقاو في قصه جديده ونتمنى هذه القصه تكون عبره لاي وحده. ربي فاش يجيب لك خبيزه بين يديك ستريها ما تبقايش تفاخري بها. راه كاينين كيف ما الناس غادي يبغيو لك الخير راه كاينين شي ناس اللي القلوب ديالهم خبيثه ويستخسروا فيك حتى ديك الضحكه اللي غتضحكي واخا انت تكون واصله فيك العظم. خليو الحاجه الزينه مستوره عندكم ونتلاقاو في فيديو جديد وقصه جديده من عند حكايتي حكايه. بسلام عليكم.